السكندري انفيرتيليتي او العقم الثانوي. يعني ايه عقم ثانوي؟ يعني ان انت تكوني حملتي او خلفتي مره قبل كده طبيعي، لكن ما بيحصلش حمل بعد كده لمده اكتر من سنه. طب هو في حاجه اسمها عقم اولي؟ الاول في عقم اولي اللي هو تاخر الحمل، انه ما يكونش حصل حمل خالص لمده تعدي سنه ونص. العقم الثانوي ده حاجه بتخض ناس كتير، لانه في ستات كتير ما بتفهمش يعني ايه حملت وخلفت ومش عارفه تحمل تاني وتجيب بيبي تاني لمده سنين. وبتستغرب قوي من انه ساعات بنعرض عليها حل الحقن المجهري وهي والده قبل كده او حامله طبيعي قبل كده. خلينا ناخد الاسباب بتاعته واحده واحده. في اسباب كتير ممكن تحصل بعد الحمل الاولاني تؤدي الى صعوبه في الحمل التاني. ممكن اسباب عضويه زي انه يحصل خلل في هرمونات معينه زي هرمون الغده. ممكن فاكتور اهم بكتير جدا وهو تقدم السن، انه البنت تكون خلفت اول مره عندها يمكن 36 او 37 سنه، وقالت تريح سنتين ثلاثة قبل ما تحمل تاني وتبدأ تجرب الحمل اللي بعد كده وهي سنها 40 أو 41 سنة. فتلاقي إن سنها تقدم شوية وابتدت احتمالات الحمل تبقى صعبة. سبب تاني ممكن يكون يؤدي للموضوع ده هو زيادة الوزن. كتير قوي أمهات بعد أول ولادة بيبقى اهتمامها بالطفل كتير، ما عندهاش وقت لنفسها، مش لاحقة تلعب رياضة، مش لاحقة تنظم أكلها، فبالتالي بتوصل إن وزنها يبدأ يزيد جامد. والزيادة القوية في الوزن بتعمل بعض الخلل في الهرمونات اللي ممكن يأثر على التبويض. حاجة تانية ممكن تحصل، ممكن يظهر أكياس على المبيض. وارد جدا انه يكون عندك بطانه مهاجره من قبل الحمل الاولاني، يمكن كانت ضعيفه شويه وابتدى الوضع يزيد صعوبه، ابتدى يبقى فيه التصاقات اكتر في الحوض، ابتدى يبقى فيه اكياس على المبيض كبيره شويه، تبتدي بعض ساعات تعوق التبويض. في حاجات ممكن تحصل تاني، انه يكون البنت اصلا كان مخزون المبيض عندها ضعيف، حتى لو كان اول حمل حصل وسنها صغير 27 او 28 سنه، لكن على مخزون ضعيف. فبالتالي لما بتبتدي تجرب تاني على سن 32 او 33 بيبقى المخزون الضعيف ده بقى بيخلي احتمالات الحمل اصعب بكتير. في اسباب ممكن تبقى ادت لكده بسبب الولاده الاولى، زي ان هي يكون ولدت قيصري، وبعض السيدات اجسامهم بتكون التصاقات نتيجه اي جراحه، فيكون حصل التصاقات قفلت الانابيب مثلا، فما بقى في صعوبه ان البويضه تدخل في قناه فالوب وان هي تتخصب ويحصل منها حمل. حاجات تانية ممكن تحصل في الرحم زي انه يبتدي يظهر اورام ليفية وهي اورام حميدة ما فيهاش مشكلة، لكن ممكن تكبر وتبتدي تضغط على تجويف الرحم وتأثر على انه الجنين يلاقي مكان يمسك فيه في الرحم. كل دي اسباب ممكن تحصل بعد اول حمل وبعد اول ولادة السيدة ملهاش ايد فيها، ليها علاج كتير جدا وليها حلول. في اسباب تانية ممكن تحصل عند الزوج تعوق انه يحصل حمل تاني طبيعي، زي انه الزوج يبقى غير شغل واشتغل في مكان بيتعرض فيه لأي نشاط إشعاعي زي شركات البترول أو مواقع البترول، زي إنه يبقى بيشتغل في شركة أو في معمل أو في مركز أشعة بيتعرض فيه للإشعاع، أو إن هو يبقى بيدخن أو ابتدى يدخن بشراهة بعد الولادة الأولانية، وده يبتدي يأثر على حركة وجودة الحيوانات المنوية عنده. ممكن يكون برضو تقدم في العمر عند الزوج أدى إلى تكسير المادة الوراثية في الحيوانات المنوية، وبالتالي ده يبطئ شوية احتمالات الحمل الطبيعي. او يكون حصل له اي حادث او اي حاجة اثرت على نشاط الخصية الطبيعي، فبالتالي الحيوانات المنوية ابتدت تتأثر كعدد وكحركة. كل دي اسباب ممكن توصلنا لعقم ثانوي. ايه الحلول فيها؟ اول حاجة ان احنا نبدأ بالزوج، نعمل له برضو تحليل سائل منوي نتأكد انه العدد والحركة كويسين. لو العدد والحركة كويسين وعنده اسباب تانية تقلقنا زي تقدم السن او التدخين الشره، ممكن نبدأ نعمل له برضو تحليل لتكسير المادة الوراثية عنده، فبالتالي نشوف لو عنده مشكلة في تكسير المادة الوراثية. لو كل ده سليم بنبتدي نشتغل مع الزوجة. أول حاجة بنشوف وزنها، التبويض الطبيعي، تحليل الغدة، تحليل المخزون، ودي من الحاجات الأساسية. بعد كده نبدأ نشوف لو الأنابيب فيها مشكلة أو لا. بس اللي بيحكمنا في كل مشوار المتابعة والتحاليل والتشخيص سن الزوجة. يعني لو جت زوجة سنها 40 او 41 ما بنمشيش في كل البروسيس بتاع التحاليل ده، لان احنا ما عندناش الوقت نقعد نجرب في الحمل الطبيعي، فبالتالي بنعرض عليها اللجوء للحقن مجهري مباشرة. هو ما بيبقاش رفاهية، لكن هي في وقت ما يسمحش ان احنا نقعد نجرب للحمل الطبيعي، فعشان كده بنعرض عليها الحقن المجهري. ويمكن دي اول جملة بتخض
الزوجة انه ليه هعمل حقن مجهري وانا اوريدي حملت وخلفت طبيعي. لو كان سنها صغير وعندنا لسه متسع من الوقت ان احنا نجرب الحمل الطبيعي، فبنبتدي نمشي مع الخطوات زي ان احنا نعمل اشعه بالصبغه نتاكد انه الانابيب مفتوحه، نعمل سونار واشعه على الرحم نتاكد انه مفيش اورام، ممكن نعمل منظار رحم نتاكد ان تجويف الرحم سليم، ممكن نعمل منظار بطن نتاكد انه الانابيب مفتوحه مفيش التصاقات في الحوض، او لو في التصاقات نقدر نصلحها عشان يحصل حمل طبيعي وناخد فرصتنا. لو عندها خلل هرموني زي في الغدة، زيادة في الوزن، ممكن نبتدي نعالج الأسباب دي ونصلحها عشان يحصل حمل طبيعي. فلو انت بتحاولي بعد الحمل أو الولادة بتاعتك وبعد ما أجلتي لفترة سنتين وبدأت تحاولي يحصل حمل وعدى سنة أو سنة ونص دون أي نتيجة، ما تستنيش كتير، ما تقوليش أنا حملت قبل كده وخلفت. لا، لازم تلجئي للمساعدة، تلجئي للطبيب عشان نشوف لو في مشكلة او في اي ظروف جدت على حالتك الصحية ولا لا. ارجو ان انا اكون جاوبت على اسئلة كتير بتدور عندكم. لو عندكم اي اسئلة زيادة ممكن تبعتوا لنا مسج او تكتبوا في الكومنتس، واحنا هنرد عليكم في فيديو تاني.